مش نازل والله، ما انا سايباه لا راقبه خطوة بخطوة واشوف الراجل ده بيعمل ايه من ورايا. شاطرة يا ماما، برافو عليكي. اوعي تسيبي بابا لحد ما توصلي للموضوع اللي ماشي وراه بابا. كن في موضوع ايه يعني يا فلح؟ ماشي في جوازة يعني؟ عايز يا ولا ماشي مع واحدة وهتضحك عليه وتاخد اللي وراه واللي قدامه. لازم اشوفه بيعمل ايه والحق الموضوع بسرعة والمه. شاطرة يا ماما، برافو عليكي. وهتسيبي بابا حد ياخده منك ويضحك عليك. انا رايحة ورا ابوكم يا ولاد ومش هتأخر. وبقول لكم ايه، ذاكروا لكم كلمتين يا فلحة انت وهو، بدل ما انتوا قاعدين قدام التلفزيون وخلاص. ومش هتأخر عليكم. حاضر حاضر يا ماما، ربنا معاك. ربنا يستر طريقك يا ماما. لك يا رحمك مسافرة وحد هيخطفني؟ وحد يقدر يخطفك يا ماما ولا يهوب ناحيتك؟ ده احنا نقطع يا ماما، بس يشوف بس يقرب منك بس وشوف ايه اللي هيحصل. جدع يا بنتي، ورايا رجالة. ايوه يا ماما، انت فكري نفسك رخيصة يا ماما، ده انت غالية عندنا اوي اوي يا ماما. ده احنا نقطعوه ونموتوه كمان يا ماما. ست يا ولا اللي معايا رجل وفي حماه. شاطر يا ولا، عايزاك كده قد كلمتك. جرى ايه يا ولاد، نسيتوني المشوار اللي رايحة ورا باباكم. ما تكتروش في الكلام، سلام بقى. والله ده انا حالفة ومتحلفة لك ومش سايباك المرة دي غير مع في الدليل، وصح تقع في الدليل يبقى ساعتها يا روح امك وبشوف مين يرحمك. مبسوط قوي، مبسوط يا اخويا ريحت قابلها. انا وراك والزمن طويل. وخليك مبسوط يا اخويا وانت ماشي، مستعجل قوي. هي شت ايام هتتبسط فيهم؟ لا مش شت ايام، هي ساعات، ساعات قليلة، وساعتها هخلص عليك. لما تروح تقابل حبيبة القلب بفرح يا اخويا وتهنى بيها لما تقابل وجه كريم. انا اتأخرت اوي على البيت وماما زمانها قلقت عليا. بسط وتهنى يا جوزي يا غالي وقابلها. قابل يا اخويا العروسة، عروسة الهنا والمنى. دي هتكون نهايتك على ايدي ان شاء الله. يا نهار ابوك ازرق ومش معدي. ده انت يومك مش معدي معايا النهارده. تكونش البت البيضة الحلوة اللي ماشية وراه دي وراح يقابلها. بيضة ايه ونيلة ايه؟ دي لا بيضة ولا خالص ولا تعرف عن البياض حاجة. دي بنت رفيعة ومسلوعة كده وعاملة زي البرص الجعان. بس انا مراقباك خطوة بخطوة واقفة على جنب لما اشوفك هتوصل لفين وتروح فين. بس انا وراك والزمن طويل. يا رب ما اكونش ظلماه. يا ترى صاحبي ما نزلش ليه لحد دلوقتي؟ مراته حبسته في الشقة ولا ايه؟ هو الراجل ده وقف يخطف تنح ليه والبت وقفت وتنحت بس واقفة بعيد؟ يكون انا ظلماه ولا حاجة؟ ولا تكونش خطة من خططه الجديدة؟ يكون خد باله ان انا براقبه ولا حاجة؟ إيه يا عم اتأخرت كل ده ليه؟ ده انا دي اكتر من ساعة مستنيك. عم كانت الطريق زحمة وبعدين اديني جيت لك اهو. الحمد لله على السلامة يا سيدي. انا قلت مراتك ولا بلاش احسن تزعل. قول لي انت هتغلط وتهلفط في الكلام ولا ايه يا صاحبي؟ الزم حدك يا صاحبي وبلاش تجيب سيرة مراتي على لسانك، اديني بقول لك اهو. يا عم ما قصديش حاجة، انا كنت اقول يعني الواحد مش عارف يجيبها لك ازاي يا صاحبي. ما تخلص يا عم، انت هتقعد تستظرف في الموضوع ولا ايه؟ احنا مش ناقصين يا عم. معلش يا صاحبي ما اقصدش يعني. انت مفكر مراتك اللي حبستك في الشقة ومش عايزاك تنزل. هي مراتي بجد يا صاحبي، لسانها طويل حبتين بس ما توصلش للدرجة دي يعني يا صاحبي، الموضوع كده يكبر وتحبسني يعني. ليه هو انت مفكر فار؟ بعد الشر عليك يا صاحبي، انا ما اقصدش يعني. وبعدين يا صاحبي ما تزعلش مني، ما انت يا صاحبي مفهمني الموضوع كله. خلاص يا عم، ده ما كانش موضوع حكيتهولك يعني. يلا فكك من المواضيع دي يا عم وخليك معايا يا صاحبي في المهم. ايوه تعجبني يا صاحبي يا جامد. فبص يا صاحبي، احنا عايزين نوسع شغلنا ازيد من كده شوية عشان يخش لنا دخل كويس يعني وكده يعني يا صاحبي. يا لهوي يا مصيبتي السودا يا انا ياما. بقينا ظلمت الراجل وبيقابل صاحبه. ما بتطلع من البت اللي واقفة على جنب دي وزعلانة
تعبانة كده وكئيبة. أنا طلعت ظلمت الراجل بجد، لازم ألحق بسرعة أروح البيت قبل ما يقفشني اللي أنا براقبه ولا حاجة. ألحق أوصل البيت بسرعة قبل ما يشوفني. تصدق يا صاحبي بتقرا كل اللي في دماغي قبل ما اقولهولك، وده اللي بيعجبني فيك. عليك يا صاحبي، ده عشرة عمري مش عشرة يوم يعني. وبعدين ما تاخدنيش بدوكة يا صاحبي، ما السبوبة واحدة انا وانت برضه. والله يا صاحبي مصلحتك هي مصلحتي. السلام عليكم يا ولاد. طمنينا يا ماما، ايه الاخبار؟ عملتي ايه؟ ايوه طمنينا يا ماما، قفشت بابا ولا لسه؟ يا ولاد خلينا ناخد نفس، ده انا جايه جاريه قبل ابوكم ما يوصل. اسكتوا كتموا على الموضوع ده، ما تتكلموش مع بابا في اي حاجه. ان سالكم بابا قال لكم ماما خرجت قولوا له ما خرجتش، قاعده في المطبخ بتعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. فاهم يا ولا انت واختك ولا لا؟ ده انا طلعت ظلمت الراجل، يخرب بيتكم وبيت سنينكم. ده انت هتودوني في 60 داهيه مع ابوكم يا ولاد. خبر مش معدي، يعني احنا ظلمنا بابا يا ماما وانتوا ظلمتيه. اقول لكم ايه يا ولاد، ما تأنبونيش اكتر ما ضميري بيتأنب. كفايه والمهم ما تاخدونيش في دوك. ذاكرتوا ولا لا؟ ان شاء الله وسايبين التلفزيون شكلكم شغال، سامعه صوته من هنا. يا ولاد انا داخله المطبخ ولا كانت حاجه حصلت، اروح اجهز الاكل وسألكم قولوا ماما تجهز الاكل. خليكم كده ثابتين في كلامكم يا ولاد وما تلخبطوش في الكلام عشان بابا ما يلاحظش في حاجه. انا داخله المطبخ، سلام بقى. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا بابا، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامة يا ولاد. وعليكم السلام يا بابا، نورت يا بابا، الحمد لله على السلامه يا بابا. الا على السلامة يا احلى بابا في الدنيا. انتوا مالكم يا ولاد عمالين ترحبوا بيا اول من ساعة ما دخلت، محسسني كنت مسافر ورجعت. لا يا بابا ابدا، اصلك انت اتاخرت شويه وحشتنا. المهم يا ولاد ما تاخدونيش في الكلام، ماما فين؟ ماما يا بابا في المطبخ. بتعمل ايه في المطبخ؟ بتجهز لك يا بابا الاكل اللي انت بتحبه، بتعمل لك احلى اكل انت بتحبه يا بابا. قوم يا ولاد فيها بركه، بتحس بيا وتعمل لي الاكل اللي انا بحبه ونفسي فيه. الله مامتكم يا ولاد نعمه من عند ربنا واديها لي. ايوه يا بابا، ماما بتحبك قوي. دليل على كده بتعمل لك احلى اكل يا سيدي الكل في المطبخ. وانا عارف يا حبيبي اللي ماما بتعمل لي احلى اكل انا بحبه. اتعلموا منها اكله حلوه، اتعلموا منها الطيبه، اتعلموا منها الحنيه والحب. باباكم جه يا ولاد. ايوه يا ماما. ايوه يا ماما، احلى ماما في الدنيا دي، حتى بيسأل عليك اول ما دخل يا ماما. باباكم يا ولاد في الخير، دايما بيسأل عليا. هتيجي طيب يا ست الكل، هتفضلي تتكلمي في المطبخ كده؟ اديني جيت، الحمد لله على السلامه يا جوزي يا ابو عيالي، يا جوزي العزيز يا غالي. ايش يا واد على الكلام الحلو. يا ولا ما تكسفنيش. ايه الحنيه دي كلها يا ست الكل؟ مش جوزي وابو عيالي ولازم ادلعه. يا وعد يا وعد يا بابا على الحنيه. يا ولاد ده انا احلى كلام سمعته النهارده من مامتكم. يا وعد يا سيدي على الحب. خمسة في عينكم يا ولاد، انت هتحسدونا ولا ايه؟ بشر يا ست الكل، ربنا يهنيكم دايما ويجعل ايامكم كلها حب وكده وكلام حلو يا ست ماما. ربنا يسمع من بقك ربنا يا بنتي يا سوسة. قصدك ايه يا ابو العيال؟ قصدك ما سمعتش كلام حلو مني يعني؟ لا ما اقصدش يا ام سوسن، بضحك شويه معاكي ما هزرش يعني. سيب يا راجل. احنا لسه كنا مشغلين طقم الحنيه يا ستي ماما، ان لحقنا نقلب بسرعه كده. تتكلم مع ماما تقول لها ايه ولا بشويش مش سامع حاجه. لا يا حاجه ما تاخدش ببالك يا اخويا، ده بيضحك معايا والله، يقول لي انت بتعملي احلى اكل يا ماما. احلى اكل برضه يا ست ماما؟ ما انت طول عمرك يا ام سوسن نفسك حلو في الاكل ولا يعلى عليه. الله ما تكسفنيش يا راجل قدام العيال. يا ست الكل عامله لنا ايه احلى اكل؟ فاكر يا اخويا اخر مره صحتي كنت عامله للبيت سوسن سندوتشات كبده وبطاطس، وكنتوا انتوا نفسكم في الحواوشي. عملتلنا اكيد السندوتشات الحواوشي. صح، برافو عليك يا ابو سوسن، فعلا يا اخويا عملت لكم السندوتشات اللي نفسكم فيها الحواوشي. عوشك حلاوتك يا ام سوسن. حلاوتك يا ابو سوسن لما تكون رايق في الكلام الحلو كله. تجرى ايه يا ست ماما؟ راعى شعورنا برضه احنا واقفين وسطيكم. الحب يا بنتي يا سوسن نساهم اللي احنا واقفين. ايه يا ولاد
بس سيبونا نغزل في بعضنا احنا ومامتكم، ده احنا ادينا زمن الزمن. باي باي يا حبايبي، نشوفكم في حلقة جديدة. خلاص خلاص ماشي يا عم، ساعة الزمن هتلاقينا عندك. سلام. انت يا ماما مش ملاحظة اللي بابا واخد التليفون على جنب وبيتكلم؟ ما تراقبيه يا ماما احسن يكون بيلعب بديله كده ولا كده يا ماما. هتخليك محضر خير يا وش المصايب. تصدق يا بنت عندك حق، انا لازم اشوف حل في الموضوع ده. شكله الراجل فعلا بيلعب بديله، وانا لازم اراقبه واعرف بيكلم مين بالظبط. برافو عليك يا ماما، صح كده يا ماما، واعرفي بابا بيعمل ايه. خلاص يا عم خلاص فهمت، ساعتين زمن وهتلقاني عندك، ما تقلقش. انت رغاي ليه؟ ما تقفل. مبسوطة يا وش المصايب؟ هتبقى خناقة كبيرة مش هتخلص بسببك. اتفرجي يا حلوة اتفرجي، على طول مسحوبة من لسانك دايما كده يا بت. ما تسكت انت يا وش المصايب، مش لازم نفتح ماما على كل حاجة، ما هتفضل طول عمرها كده. يمكن بابا يطير منها واحدة تضحك عليه زي ما بنسمع اليومين دول يا ولا. اسكت انت يا تخيبة. روحي يا اختي خش المطبخ، خليكي شاطرة كده زي البنات الشاطرة، مش فالحة غير تقولي لماما شوفوا بابا بيعمل ايه وبيسوي ايه وبيكلم مين. ادي اللي فالحة فيها خايبة. طب ايه رأيك بقى، انا ناصحة وشاطرة واحسن منك كمان وبعرف اعمل احلى اكل. كتخيبة، ما انت فيش فالح في مدرسة ولا فالح في حاجة خالص، انت هتفضل طول عمرك فاشل كده. ما تصبري يا وش المصايب انت واخوك، اصبري يا بنت اصبري ما اشوف مين نواقي بيكلم مين بالظبط وبيعمل ايه من وراي. حاتم انا دي لي فترة كده شاكة فيه، الراجل ده مش على بعضيه، شكله بيلعب لعبة كبيرة من ورايا وانا مش دارية. وبعد كده يا اختي بيمسكي في اخوك واخوك يمسك فيكي، جاتكم لنا انتوا الاتنين. خريتها كده يا ماما، طب ما انا اللي فهمك على الموضوع كله يا ماما، وانت كنت هتعرفي حاجة اصلا؟ انت كنت نايمة على ودنك يا ماما مش دريانة، قاعدة قدام التلفزيون وبس والحمد لله على كده. طب اتكتمي يا بيت اتكتمي واصبري. الراجل ده واخد التليفون وواقف على جنب بيعمل ايه بالظبط ولا بيكلم مين؟ ما انا لازم اشوف حل في التليفون بتاعه عشان اعرف كل اخباره باول باول كده. مش لازم يضحك عليا كل ساعة ويقول لي انا نازل اقابل صاحبي ومش قابل صاحبي، وشكله الراجل ده بيقابل واحدة مش واحد صاحبي خالص. حاتم انا يا صاحبي نازل لك دلوقتي حالا، اسمع الكلام اللي بقوله لك واقعد بعيد عن البيت، ما تستنانيش تحت البيت يا صاحبي، عشان مراتي عايزة تعرف كل حاجة عني، وانا مش عايزها تعرف حاجة. علها على شوقها كده، هي دايما بتشك فيا كده وبتشك حتى بصوابع ايديها، وانا مش عايز اعرفها المصلحة اللي انا ماشي فيها. سامع يا ولا لا؟ هو الراجل ده يا اختي بيتكلم بصوت واطي ليه؟ مش سامعة حاجة ولا فاهمة حاجة، شكل اللي ببالي بيحصل، وايامه هتبقى يومها ما يعلم بها الا ربنا. اديله الحق، الموضوع كبر وشكل ماما هتمسك في بابا وبابا هيمسك في ماما. اقعد انت يا خايب، الموضوع ما وصلش لكده يعني، شكلها ماما هتعمل خطة كبيرة بينها وبين بابا. عاد اللي فالحة فيا تحت الخطط. مبسوطة يا اختي؟ خربت الموضوع، هتبقى وقعة سودا النهاردة. اتبسطي يا اختي وتهني واضحكي حلو، عشان في الاخر هتاخدي على دماغك ان شاء الله. انا ماليش دعوة بحاجة، انا ما قلتش حاجة ولا اتكلمت في حاجة، انت اللي عملته كل ده. هو مين يا وش المصايب اللي قال لي ماما شوفوا بابا بيكلم مين؟ مش انت برضو؟ انا ماليش دعوة، انا ما قلتش حاجة. بص بتبرق لي في عينيها ازاي، بتعمل نفسها ما عملتش حاجة خالص. قال يعني البت بريئة يعني، تعمليها وتخربيها وتطلعي منها زي الشعرة من العجينة. يا بنتي انت مش لسه سامعك بوداني دول انت بتقولي لماما؟ انا ما قلتش حاجة ولا عملت حاجة، ماما شافت كل حاجة بعينيها. يا دماغي اتقلبت كده ليه؟ يخرب بيتي وبيت سنين، والوضع على اليمين مش على الشمال، ودلوقتي هنستلم التحقيق على اصوله. مش مهم اي كلام، الحق بس المشوار اللي انا رايحه وخلاص. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا زعلانة منكم جامد عشان انتوا ما بتكتبوش تعليقات.